كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد في النهائي ومن الممكن الاعتزال بمصر. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس. الأهلي ينهي إجراءات سفر إمام عاشور ووسام أبو علي وداري لجنوب أفريقيا. مرموش يقود فرانكفورت لمواصلة انتصاراته في الدوري الألماني بعد مساهمته أمام مانشستر سيتي. أرقام صلاح القياسية لا تتوقف. تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن التتويج بالألقاب والتعامل مع ثقافة اللاعب المصري واعتزاله التدريب في مصر. وقال كولر في حواره مع صحيفة دايبرس النمساوية: هناك الكثير من العمل. الأهلي ناد كبير ويمتلك أكبر عدد من الألقاب في أفريقيا. من المهم أن يتعامل اللاعبون مع الضغط بشكل جيد. هنا إذا فزت بلقب واحد فإن الجماهير تطالب بالفعل باللقب التالي في نفس الليلة. هل لديك عروض خارجية؟ لا، ليس حاليا. أنا متعاقد هنا. هدفنا هو اللعب ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية. هل يمكنك إنهاء مسيرتك في مصر؟ نعم، هذا ممكن بالتأكيد. علي فقط أن أناقش الأمر أخيرا مع زوجتي وعائلتي. زوجتي ليست موجودة دائما فهي في سويسرا، وشدد لأمور شديدة للغاية هنا. لدينا مباراة كل 3 أو 4 أيام، لكن كرة القدم هي حياتي بالأساس. أنا استمتع بتحليل الألعاب وإيجاد المفاتيح لمفاجأة الخصم. محمد صلاح: كل المصريين فخورون به لأنه لاعب حقق الكثير. لقد كان متواجدا في بأزل وتألق من الدوري السويسري، والآن هو نجم ليفربول المطلق. لا يمكنه الخروج إلى الشوارع هنا بدون باروكة أو قناع. إنه حياة وروح منتخب مصر. وتوج كولر ب11 لقبا مع النادي الأهلي منذ توليه مهمة تدريب الفريق الأحمر في 9 سبتمبر 2022. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق في جنوب إفريقيا. ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأشار الأهلي في بيانه إلى أن حسام غالي يقوم بالتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأحمر في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين. وكان الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على استاد أبيجان بنتيجة من 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة الإفريقية. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط. أنهى النادي الأهلي إجراءات استخراج تأشيرات سفر الثلاثي الفلسطيني وسام أبو علي والمغربي أشرف داري وإمام عاشور إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا. وقال مصدر في تصريحات خاصة إن الأهلي أنهى إجراءات تأشيرات الثلاثي تحسبا لقرار اصطحاب أي لاعب منهم ضمن البعثة المسافرة إلى جنوب أفريقيا. وأشار المصدر إلى أن التأشيرات تم الانتهاء منها بالفعل وسوف يتم حسم موقفهم من السفر غدا، لافتا إلى أن سامي قمصان المدرب العام وسمير عدلين المدير الإداري سوف يغادر إلى جنوب أفريقيا خلال ساعات قبل البعثة لإنهاء كافة الأمور التنظيمية. وأوضح المصدر أن الفريق سوف يغادر يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة في بعثة يترأسها حسام غالي عضو مجلس الإدارة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. والجدير بالذكر أن إمام عاشور عاد إلى تدريبات الأهلي الجماعية بعد الاعتذار عما بدر منه عقب مباراة استاد أبيجان في دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أفريقيا. بينما عاد الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري من إصابتهما التي منعتهما من التواجد في تدريبات الأهلي الجماعية في الفترة الماضية. وكان وسام أبو علي يعاني من إصابة في مشط القدم تعرض لها خلال تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي الماضية، بينما غاب أشرف داري بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الماضي في بطولة كأس انتركونتيننتال. واصل نادي أينتراخت فرانكفورت انتصاراته هذا الموسم بفوز كبير من 4-0 على مضيفه هيدنهايم في مباراة جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب فويت أرينا ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري الألماني. وقدم اللاعب عمر مرموش أداء ملفتا في الفوز برباعية نظيفة على هيدنهايم بعدما سجل هدفين. وارتفع رصيد مرموش إلى 20 مساهمة تهديفية هذا الموسم في الدوري الألماني الأكثر في المسابقة المحلية، بواقع التسجيل 13 مرة والصناعة في 7 مناسبات أخرى.
وبات مرموش وصيفا في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الألماني بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر هاري كي، وعلى المستوى الجماعي قلص أينتراخت فرانكفورت الفارق مع المتصدر بايرن ميونخ إلى 4 نقاط فقط بعد وصول رفاق دينو توب مولر إلى النقطة 26. واستمرت سلسلة انتصارات فرانكفورت في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم لترتفع إلى 7 مباريات متتالية، وأكد فرانكفورت عقدته أمام هايدنهايم، إذ التقى الفريقان في 4 مناسبات سابقة بكل المسابقات الرسمية. نجح صاحب الزي الأسود والأحمر في الفوز بها بنسبة 100%. وضع محمد صلاح بصمته في فوز فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين، وانتهت لصالح الريدز بثنائية نظيفة لحساب الجولة 13 من مواجهات الدوري الإنجليزي، وحسم ليفربول تفوقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة من 2-0 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين، ليعزز فريق الريدز من صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة. وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الأول، وسجل هدف فريقه الثاني أمام مانشستر سيتي بالمباراة التي استضافها ملعب أنفيلد ليواصل تحطيم الأرقام القياسية. وأحرز محمد صلاح هدفا وصنع آخر اليوم الأحد أمام مانشستر سيتي للمرة الخامسة في الموسم الجاري، بعد أن فعل ذلك أمام إبسويتش تاون ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، قبل أن يكرر الأمر أمام كتيبة بيب جوارديولا. وسجل وصنع صلاح للمرة 36 في الدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ المسابقة يسجل ويصنع بذلك العدد متساويا مع وين روني، وأصبح هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد هو رقم 12، ليحتل الفريق المركز الثاني كأكثر الفرق التي هز صلاح مرماها خلف مانشستر يونايتد برصيد 15 هدفا. وهز محمد صلاح الشباك للمرة 11 خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي، ليواصل مطاردة إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي المتصدر برصيد 12 هدفا.